لقبه جميع شعراء جيله بعمنا، لأن لا يمكن إن احنا ننسى كلماته. هي كلماته رقيقة ولكنها بالعامية. ده هو اللي عمل المسحراتي، وهو كمان اللي عمل أدهم الشرقاوي وحسن المغنواتي وأم البنات ومرآة الصمت. فؤاد حداد، ما تيجوا ما أوريكم العمارة اللي كان ساكن فيها الشاعر فؤاد حداد، وكمان أحكي لكم وأعرفكم مين هو فؤاد حداد. يلا بينا. عمنا فؤاد حداد ده كان من أبرز شعراء العامية في منتصف القرن العشرين، وهو المؤسس الحقيقي لشعر العامية الملحمي في مصر، وكان دايما بيعرف نفسه بأنه والد الشعراء، وأطلق عليه كذلك الشعراء فنان الشعب، لأنه استلهم من الشعب المصري عدد من الملاحم اللي كتبها زي ملحمة أدهم الشرقاوي. ولد فؤاد سليم حداد بحي الظاهر بالقاهرة. فؤاد هنا اتعلم في مدارس فرنسية زي مدرسة الفرير ومدرسة الليسيه، وكان هو مواليد سنة 1927 القاهرة. وعلى الرغم من النشأة الغنية للشاعر وتلقيه العلم في مدارس أجنبية، إلا أنه أحب الصيغة الشعبية للتعبير عن شعره وقصائده، واعتبر أنه هو كمان كان أستاذ في شعر العامية. وكمان الفترة اللي قضاها في حي الظاهر لعبت دور كبير قوي في فترة صباه، لأن هي دي اللي خلته يحب فكرة كتابة الشعر باللغة العامية. ومن أشعاره: أنا بستعبط وما بستعبطش، أنا بتلخبط وما بتلخبطش، أنا صاحب رقة وصاحب بطش. وحقق الشاعر الكبير الراحل فؤاد حداد شهرة كبيرة جدا واسعة لكلماته التي وجدت طريقها إلى قلب وعقل القارئ، لدرجة أن شهرته بقت في كل مصر والوطن العربي، وخاصة بعد قصائد المسحراتي اللي تغنى بها سيد مكاوي في رمضان. طبعا كلنا عارفينها وكلنا كنا بنسمعها وقت السحور، لدرجة ان الناس حفظتها، ودي كانت بتتقدم في الإذاعة والتلفزيون وكمان في كل أرجاء الوطن العربي. طيب تعرفوا كمان ان أغنية الليلة يا سمرة يا سمارة بتاعة محمد منير هو اللي كاتبها، وان الأغنية دي ليها قصة جميلة قوي. كان فؤاد حداد في معتقل الواحات، وكان بيزامله في نفس الزنزانة الملحن أحمد منيب والمطرب محمد حمام والسياسي زكي مراد. وتصادف ان جه عيد ميلاد زكي مراد في ظل ظروف السجن الصعبة، فكتب فؤاد حداد هدية له، وهي أغنية الليلة يا سمرة، وأحمد منيب لحنها وغناها محمد حمام. وبعد خروجهم من المعتقل غناها المطرب أحمد منيب بصوته، ثم بعد ذلك غناها محمد منير، واحنا كلنا سمعناها من منير وحبيناها كمان منه قوي. الأغنية بتقول ايه؟ الليلة يا سمرة يا سمارة، الليلة يا سمرة يا سمارة، لا انا كنت بره ولا مهاجر، ده انا اللي جايلك من باكر، قلبي ولا البحر الهادر، عيني ولا الجمرة الليلة، خلي الندى من أحلامك يسقي النبات من أيامك، حطي اللي خلفك قدامك تلقي البلد عمرة الليلة. وكان الشاعر فؤاد حداد من المتحمسين والمؤيدين لثورة يوليو سنة 1952، ووصل عدد دواوينه في هذه الفترة في حكم عبد الناصر 10 دواوين. أما بقى في عهد السادات كتب فؤاد حداد دواوين وقصائد متفرقة، لأنه عاش حالة من اللخبطة بسبب الانفتاح والرأسمالية، واختلف مع السادات لكنه لم ينكر حقه كبطل حرب، وكان دايما بيقول عن نفسه: أنا مصري ومن أصل شامي، لا يغتفر احتشامي، هينطلق من حيشاني صوت الجموع المغرب. وفي سنة 1953 اعتقل فؤاد حداد بتهمة الشيوعية، وخلال وجوده بالسجن اللي استمر 5 سنوات انتقل إلى الديانة الإسلامية،
وأشهر إسلامه، فكتب عن المعاني الإسلامية النبيلة وعن عمر بن الخطاب والإسراء والمعراج والهجرة. وأصيب فؤاد حداد بحالة نفسية سيئة في عهد الرئيس السادات بسبب تطبيق سياسة الانفتاح، فابتعد عن سوق الأغنية التجارية وعاش بعيد عن الأضواء لحد ما أقنعه الشاعر مجدي نجيب بتحويل بعض قصائده إلى أغاني. فزي ما قلنا قدم أغنية الليلة يا سمرة اللي غناها محمد منير. وأطلق فؤاد حداد على نفسه والد الشعراء، ولقب بفنان الشعب وشاعر الحلزونة نسبة إلى ديوانه الحلزونة اللي هو كان من أشهر دواوين. يا ريت تدعموني لأني أنا دلوقتي عاملة قناة حلوة جدا على اليوتيوب فيها كل الفيديوهات بتاعتي، وعايزاكم تروحوا تشوفوا القناة ديت وتدعموني فيها علشان القناة تكبر بيكم. والعمارة دي موجودة في شارع صبري أبو علم 32 شارع صبري أبو علم في منطقة عابدين بالقاهرة، وبيرجع بنائها لسنة 1900، وهي من تصميم المهندس الإيطالي الشهير جورج باسيلي اللي صمم العديد من المباني التاريخية في القاهرة زي قصر الأميرة فاطمة اسماعيل وقصر الأمير محمد علي توفيق وقصر الأميرة شويكار. وقد تم تأميم العقار من قبل الحكومة المصرية، ومنذ ذلك الحين تم استخدام العقار لأغراض مختلفة، منها استخدامه كمسكن لبعض الوزراء والشخصيات العامة أو استخدامه كمبنى إداري لبعض المؤسسات الحكومية. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأشوفكم فيديوهات جديدة. باي باي.